كونيتشوا ميناسان ميكو ديسيو، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتعلم مع بعض في الفيديو ده ازاي ان احنا نضيف اكسسوارات زي كده، اللي هي الايدين اللي بتبقى ماسكه كشاف دي او اللي بتبقى ماسكه شمعه على برنامج فيتيوب استوديو. طلع ترند قوي الفتره دي، فهنتعلم ازاي نضيفها مع بعض. طبعا احنا بنحملها من على موقع بوس، هسيب لكم الملف بتاعها على جروب التليجرام بتاعنا. لو انت لسه مش موجود فيه يا ريت تنضم ليه عشان تشوف كل الملفات بتاعتنا، عشان لو بوس مش بيشتغل عندك. في اللي هو الكشاف ده وفي اللي هو الشمعة، احنا ممكن نحملها منين. انا حملت شمعة وهحمل كشاف كمان اهو، عشان يبقى عندنا. هو المميز فيه انه بيحمل الصورة بالباك جراوند بتاعتها، مش عليها باك جراوند، يعني الباك جراوند شفافة، فدي بتكون حاجة مميزة. كمان برضو ممكن نحط اكسسوار زي مثلا الكاركتر تبقى ماسكة مسدس زي ده، مسدس اللي هو بين كده او اللي هو التاني، فهنحمل دي برضو. بس دي واحنا بنحملها من على البي سي هنخلي امتدادها اللي هو زد اي بي، عشان يبقى ملف مضغوط واقدر ان افك ضغطه بعد كده. لكن الصيغة اللي كان موجود فيها الاول ما كانش ينفع يشتغل معي. يبقى انا كده سبتهم هما الاتنين يتحملوا. على فكرة في اكسسوارات تانية كتير، في مثلا لو عايز الشخصية بتلعب دومينو، حاجات مجانية قدامك اهي. الشخصية بس انت بتجيب ايديها او بتجيب الدومينو بس اللي هي ايديها دي وهي بتلعب الدومينو قدامها، فممكن تضيفها. كلهم هيتعاملوا بنفس الطريقة، اي اكسسوارات عايز تضيفها كلهم هيتعاملوا بنفس الطريقة. في مثلا معلقة اهي، تكون مثلا الشخصية تاكل حاجة وعايز تحط لها معلقة قدامها. في كذلك الايدين، تكون الكاركتر بتاعتك اصلا ملهاش ايدين، يعني مش عارف انك ايه تحط لها ايدين. كل ده اكسسوارات عادية. طبعا كده الملف اتحمل معانا. خلينا نروح بقى نعرف ازاي ان احنا نحط حاجة زي دي جوه برنامج فيتيوب ستوديو اللي هو البرنامج بتاعنا ده. اول حاجة هنفتح برنامج ستيم. لازم نفتح ستيم عشان احنا محملين اوريدي فيتيوب ستوديو من عليه. ادى موقع ستيم فتح معايا. هنروح على اللايبراري بتاعتنا، او نروح على الجيمز. الجيمز من فوق فيو جيمز لايبراري. عايزه اجيب الالعاب بتاعتي اللي اوريدي محملاها من على الستيم، ومن ضمنهم فيتيوب ستوديو، ده اللي انا عايزه. هضغط عليه كليك يمين وبعدين مانج وبعدين براوزر لوكال فايلز اللي هو ده، وبعدين هدخل على الداتا بتاعته اللي موجودة جوه. انا محتاج ان احط ملفات الحاجات اللي انا لسه محملها دلوقتي جوه الفولدر بتاع الايتمز زي ما احنا كنا متعلمين في الفيديو اللي فات. فهضغط على في تيوب ستوديو دات، بعدها اختار ستريمينج اسيست، بعدها اختار ايتمز لان انا عايزه احطه وسط الايتمز اللي موجوده هنا كتير. فانا هعمل ايه، هنزل في تيوب ستوديو ده خالص، واجيب مثلا اللي هي دي ودي، دول الاتنين اللي عايزه احطهم، الكشاف مثلا البتاع ده، واخدهم كده واحطهم هنا على طول. بس كده اتضافوا مهم، اللي هما متحددين اهو، اتضاف معايا. صعب كده؟ لا مش صعب خالص. اعتقد التاني كمان اتضاف. ايوه التاني كمان اتضاف، يبقى الشمع واتضافوا معاهم. بس ده كل اللي عملته. هنزل ده تحت بقى خالص واروح افتح برنامج فيتيوب ستوديو. يبقى انا كل اللي عملته ايه، جبت الصور بس اللي انا محملها وقمت حاططها بس في قلب الفولدر بتاع الايتمز بس من جوه فيتيوب ستوديو، وهفتح البرنامج بتاعي بكل بساطة عشان اجيب الشمعة او اجيب الايتمز اللي انا حطيتها دي واظبطها بقى في الشاشة زي ما عملت المرة اللي فاتت. طيب ده فاكرين الكورس اللي كنا عاملينه المرة اللي فاتت مع الكاركتر دي مثلا؟ بس الكاركتر دي اوريدي ليها ايدين، فاحنا هنحاول نختار كاركتر ما كانش ليها ايدين. مثلا هنختار ايه، دي مثلا. ايوه دي ما كانش ليها ايدين، شايفين مفيش ليها ايدين خالص. فانا ممكن اظبطها كده اهو. ممكن اشيل الكرسي اللي ورا الاول، طيرت الكرسي، واجيب بقى من علامة دي على الايتم سيتنج اهي، واروح ادور على الشمعة اللي انا لسه ضايفاها. المفروض تيجي عندي اهي، كاندل جت عندك اهي، سيلكت. عايزها تبقى قدام الكاركتر ولا وراها؟ لا انا عايزها تبقى قدامها، وبعدين اضغط اوكي. اهي جت الصورة اهي. فانا ممكن اجيبها كده، احاول ان انا اظبطها عشان تبقى بمحاذاة الشخصية او تبقى تدل على شكل ايديها حتى على الاقل. ايه رأيكم، شكلها كده حلو؟ يعني نوعا ما تحس ان هي ايدين راجل شوية على هي تكون ايدين بنت، ولكن كويسة برضو في التعامل. طيب احنا ممكن نشيل الايتم دي خالص. ممكن نقول اهي ان احنا نشيلها ونحط التانية اللي احنا كنا حاطينها، اللي هي الفلاش، اللي هي الايه، ايوه اللي هو ده. عايزها تبقى قدام ولا ورا؟ انا عايزها تبقى قدام اهو. دي برضو اتضافت اهي. دي برضو تحسها ايدين بنت اكتر. ايه رأيكم، حاسة ان دي لايقة اكتر من التانية؟
دي طالعة ترند قوي الفترة دي، كل الفيتيوبر بيحبوا يستخدموها قوي عشان ان هو يعمل لك جو مرعب كده. مثلا لو خليت الخلفية لونها اسود وفجأة طلعت معاك بالضوء ده، فبيكون شكله جامد جدا يعني. وهذا هو شكل الشخصية بتاعتك وهي متركب لها الاكسسوارز الايدين دي. اتمنى الفيديو كان مفيد بالنسبة لكم، نلتقي في فيديو جديد، مع السلامة، سايونارا.